السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راجل أعمال غني جدا ومشهور بنى مدينة متكاملة الخدمات، مطاعم وكافيهات ومولات ومسرح مفتوح يساع 50,000، وكمان مسجد يساع من المصلين 10,000. الراجل ده كان دايما بيحب يتنكر ويمشي في وسط الناس في المدينة بتاعته علشان يعرف أخبارهم ويتعرف على مشاكلهم. في يوم من الأيام أعلنوا عن حفل غنائي كبير هيحييه المطرب المشهور معشوق الجماهير. التذاكر خلصت بسرعة جدا وكمان اتباعت في السوق السوداء. رجل الأعمال عدى على الحفل لقى الشباب زحمة جدا، أنوار وألعاب نارية وتصوير ورقص وتنطيط واختلاط جنسين. الراجل ساب الحفل وعدى على المسجد في صلاة الفجر، لقى المصلين مش مكملين صفين. زعل جدا وفكر ايه الطريقة اللي يملى بيها المسجد، واخيرا قرر يشتري 10,000 ايفون وهيوزعهم على 10,000 مصلي هيحضر صلاة فجر الجمعة. اتنشر الخبر على جروب المدينة وبقى حديث كل الشباب. وقبل فجر الجمعة بساعات المكان اتملى بالناس، وبدأت المناوشات والخناقات من عند ركنة العربية لحد باب المسجد. الكل واقف ماسك بطاقته الشخصية مستني يملى البيانات علشان يفوز بالآيفون. وأخيرا اتملى المسجد بال10,000 مصلي اللي فازوا بال10,000 آيفون. الناس اللي بره المسجد منهم اللي صلى ومنهم اللي مشي من غير ما يصلي، وتاني يوم رجع الحال كما هو عليه، ورجع المصلين في المسجد مش مكملين صفين. الشاهد من القصة إننا دايما باصين للمكسب الدنيوي، دايما بنحاول نكسب أكبر قدر ممكن من متع الدنيا، وناسين إن الآخرة خير وأبقى، وإن ربنا سبحانه وتعالى أعد لينا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بعد ما نموت كل واحد فينا هيقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي من الأعمال الصالحة ما يجعلني أفوز بالجنة أو بدرجات أعلى في الجنة. يا ليتني قدمت لحياتي التي لا موت بعدها، يا ليتني قدمت لحياتي ما ينجيني من عقاب الله. خلي دايما الآية دي في بالك، وخليك دايما فاكرها علشان تفكر 1000 مرة قبل ما تعمل حاجة تندم عليها، قبل ما تعمل حاجة تفوز بيها بمتعة زائلة من متع الدنيا وتخسر بيها نعيم دائم في الجنة. خلصت حلقة النهاردة، أشوفكم على خير. سلام عليكم.